كانت زيجتي جديدة، وكانت مشاعري لا تتركني أنعم بالسكينة. كان زوجي يعيش في دبي، وفي مرة اشتد بي القلق فأرسلت له صورة عارية لي، لكنها أرسلت بالخطأ إلى رقم أخيه، وكان قلبي يومها في غاية الاضطراب. فاتصلت بأحمد وسألته متى ستعود، فقد طال غيابك في دبي، فقال إن الإجازة لم تمنح له بعد، وأنه يحتاج إلى بضعة أشهر أخرى. فحزنت وقلت له لماذا لا تريد القدوم إلى باكستان؟ فقال يا مريم، حاولي أن تفهمي، لا تتحسن أوضاع بيتنا إلا إذا عملت بجد، ولو أخذت إجازات متكررة لفقدت عملي. اصبري قليلا وسأعود قريبا، ولو عدت على نفقتي الخاصة لصرف مالي كثير واختل ميزانيتنا. أما إذا جاءت الإجازة من الشركة فسيتكفلون بمصاريف السفر ولن يخصموا من راتبي. كان يشرح لي همومه فازداد حزني، ومع ذلك أصررت وقلت لا بأس، تعال على نفقتك وخذ إجازة. فقال إن أنفق المال على السفر، فكيف سيدار البيت واطلب الانتظار بضعة أشهر؟ فسكت. كان قد سافر إلى دبي بعد شهر واحد من زواجنا، وها قد قربت سنتنا الأولى على الاكتمال، وأنا أجن من شدة الانتظار. تحطمت أحلامي بالاستمتاع بزواجي الجديد. كم حلمت أن أطوف مع زوجي كل مكان ونتبادل كلمات الحب واعترافاته، وأن تمر ليالي بين ذراعي أحمد، لكن الأحلام تكسرت كزجاج متناثر. وكان أحمد من دبي يحدثني عن شوقه وقلقه، ويقول في كل مرة إنه لم يعد يحتمل وسيعود قريبا إلى باكستان، فتتجدد آمالي. غير أن عاما كاملا مضى ولم يعد، وكان في كل مرة يختلق عذرا جديدا ليؤجلني ويواسي قلبي قائلا: يا مريم افهمي، ليس سهلا علي البعد عنك وعن أهلي، لكن الكسب في الغربة ليس سهلا. يجب إطاعة أصحاب العمل، ومن يخالفهم يفصل فورا، وأنت تعلمين كثرة البطالة اليوم، وأن العمال متوفرون. إن طردت وجدوا غيري، لكنني سأفقد عملي. فكري كيف سيدار بيتنا، وكيف آتي بلا إجازة. كنت منذ زواجي بعيدة عن أحمد أحاول تهدئة قلبي بأي طريقة، ومع مرور الوقت صار العيش بلا زوجي أشد صعوبة. مع أن زواجنا كان تقليديا، إلا أن كل مشاعري كانت لأحمد. ففي شهر واحد أغدق علي حبا جعلني أهيم به، ولا أتصور لحظة بدونه. لكنه رحل بعد شهر قائلا سأعود قريبا، ونبني بيتا مستقلا. وقد سئمت خدمة أهل الزوج، فإن كان القلب سعيدا حلات الخدمة، لكن لا زوج معي ولا حبه حاضر. فصرت كخادمة، وأحيانا كنت أتشاجر مع أبي في بيت أمي قائلة: أي زواج هذا الذي لا يعيش فيه الزوج مع زوجته، همه الكسب فقط ولا يبالي بحال زوجته. لم أعش مع أحمد بعد الزواج إلا شهرا واحدا، حتى شعرت كأنني ما زلت عزباء، وكان زوجي من بعيد يحزن لأجلي، لكن ما نفع حزنه واهتمامه وهو ليس بقربي. كان يطلب مني أن أرسل صوري ليريح تعبه برؤيتي، وكان إذا اتصل فيديو وبكيت لرؤيته طمأنني وقال: سأحاول أن أحصل على إجازة الأسبوع القادم وأعود، فلا تقلقي. ثم يمنحني أملا جديدا ليكسر قلبي في الأسبوع التالي بقوله إن الإجازة لم تمنح. وبعد سفره تركت الاهتمام بمظهري، ولم يكن يهتم لحزني، لكنه حين يراني على مكالمة الفيديو بمظهري المتعب يحزن ويقول: ما هذه الحال؟ كأنك مريضة منذ سنين، اعتني بنفسك وأرسلي لي صورا جديدة. وبطلبه بدأت أعتني بنفسي قليلا، وأتزين وألتقط صورا جميلة وأرسلها له، فكان يفتتني بي ويكثر من المديح فأخجل. وكنت بطبعي أحب سماع الثناء، فقد كنت جميلة وأعشق المديح منذ صغري، وكان ثناؤه ينسيني همومي ويطرب قلبي، لكن حتى ابتسامتي لم ترق لحماتي. فاستدعتني يوما وقالت: زوجك لا يعيش في البيت، فلمن تتزينين هكذا؟ فارتبكت وقلت إن أحمد يشتكي إذا رآني مهملة في مكالمات الفيديو، ولذلك أعتني بنفسي بطلبه. وكانت حماتي قديمة التفكير، ولم يعجبها أن يظهر أحمد حبه لي، فعبست وقالت إنه لا يتصل إلا مرة واحدة في اليوم، لكنك تتجولين طوال اليوم متزينة متأنقة، فما الحاجة إلى التجول في البيت بهذه الهيئة؟ في البيت ديور شاب وجيخ شاب، وإذا تجولت بهذه الزينة فستجذبين انتباههم، فاحذري قليلا. فصمت، وكان لي ديور واحد وجيش واحد، وكان أحمد الثاني بين إخوته،
وكنت أنا أول كنة في هذا البيت. أما الجيش فلم يتزوج بعد، لأنه يريد أولاً أن يبني بيتاً مستقلاً، وكان الديور قد خطب. وأخبرتني حماتي أنه يكره النساء كثيراً، فقد كانت له خطوبة لكنه فسخها قبل الزواج بوقت قصير، فاستغربت ذلك ولم أعره اهتماماً، إذ كانت همومي تكفيني، وكانت قيود حماتي تزداد يوماً بعد يوم، وساء مزاجي. فإذا اتصل أحمد بكيت قائلة إن أمك فرضت قيوداً حتى على تزيني وتجملي، فكان يهدئني قائلاً: لا بأس أمي محقة، أنت زوجتي، ومن الأفضل أن تتزيني في حضوري، ففي البيت إخوتي الشباب، ورؤيتهم لك بهذه الزينة لا تليق. افعلي هذا، سأتصل بك ليلاً بالفيديو، تزيني ليلاً وكوني نهاراً بملابس بسيطة. فحزنت حتى من تفكيره، إذ لم يكن يثق بي تماماً، وكنت إن وضعت مكياجاً خفيفاً اعترضت حماتي، وكنت فتاة جميلة يزداد بهائي مع الزينة. وكان صحيحاً أن نظرات الديور والجيش كانت تتجه نحوي، وكانت حماتي تخشى أن أضل في غياب الزوج، فأنا شابة وحديثة الزواج، ومن الطبيعي أن تتمنى المرأة بعد الزواج العيش مع زوجها، فإذا لم يشبع الزوج رغبات زوجته ربما تضل. ولعل هذا الخوف كان مستقراً في قلب حماتي، فإذا لبست ثوباً أنيقاً منعتني فوراً قائلة: ما جدوى هذه الملابس؟ ارتدي البسيط، وضع الدوبة على رأسك، ولا حاجة إلى مكياج كامل، ففي البيت شباب ولا تبالين، وإهمالك سيوقعك في الضرر يوماً ما، والزواج لا يعني أن تفعلي ما تشائين، بل على المتزوجة أن تعيش بحذر. فكنت أضيق ذرعاً، فقد كنت أحب التزين قبل الزواج، وكنت جميلة أعتني بنفسي، لكن بعد الزواج منعتني حماتي. وإن شكوت لزوجي قال إن أمي على حق، فطلبت من أحمد أن يسمح لي بالإقامة في بيت أهلي لأعيش بحرية، لكنه رفض قائلاً: إن أهله سيقولون إن الزوجة في الغربة والزوجة في بيت أهلها تعيش لهواً، وأنت زوجتي، فابقي في بيتي مع أمي واعتني بها. فكدت أجن، أعيش حياة باهتة قاسية، أشعر أنني سجينة، وكان هذا يؤلمني. أحببت زوجي لأنه أهل للحب، شاب وسيم جميل، لكن أهله سببوا لي حيرة كبيرة، وبملابس باهتة وهيئة بسيطة بدأت أشعر أنني أشيخ قبل أواني، وكنت أرى أن حماتي تفرض القيود بلا سبب، فالديور لا يهتم بالنساء أصلاً، وقد ترك خطيبته. وقالت حماتي إن الفتاة كانت جميلة جداً، ولا أدري ما مشكلته مع النساء حتى فسخ الخطوبة بعد شهر ولم يتزوج ثانية. وكان الجيش بسيط الطبع منطوياً، يخرج صباحاً ولا يعود إلا ليلاً، ويبقى في غرفته، لا يتحدث كثيراً ولا يجلس مع أحد. وكانت حماتي تريد تزويجهما معاً لتبرأ من هذا الواجب. وبدأ أهل العائلة يلمحون ويتكلمون، حتى قال بعضهم إن الشبان غير صالحين للزواج، مع أن الديور كان سليماً معافى. ولا أدري لماذا كانت لديه عقدة من النساء، حتى خيل إلي أنه يفتقر إلى القدرة الرجولية ولا يستطيع إرضاء امرأة، ولذلك لا يتزوج. وربما كان الأفضل ألا يتزوج كي لا يدمر حياة امرأة أخرى. لكن حماتي لم تفهم ذلك، وكانت تلح عليه بالزواج. وكان سابقاً يعمل جيداً ويقيم في دبي مع زوجي، ثم عاد ليستقر في باكستان. وكنت أضرب لأحمد مثلاً بأخيه غير المتزوج الذي يقيم في البيت، وأقول: كان عليك بعد الزواج أن تبحث عن عمل في باكستان. وكان أحمد غريباً، ترك زوجته وحيدة وعمل في الغربة، وأنا هنا أحترق حزناً وهو لا يبالي. وإذا اشتد بي الضيق قلت له: عد الآن فقد نفد صبري. فيعود يهدئني قائلاً: اصبري قليلاً يا مريم، أجمع بعض المال ثم أعود لأبدأ عملاً بسيطاً في باكستان كي لا نعاني مستقبلاً، وأنا أيضاً تنهشني هذه الوحدة.